السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. أهلا بيكم، وحشتوني جدا. أولا أنا ملاحظة الأيام اللي فاتت دهيت إعلان عن الزبدة بتاعت الشرقية بيور، الشرقية بيور. من كتر بقى ما القنوات بتاعت اليوتيوب عمالة تعلن عن الزبدة دهيت، قلت لأ، دي حاجة بقى غريبة والله، لازم أجربها. اشمعنى أنا ماليش نفس ولا إيه؟ قلت أجرب عن الزبدة، خصوصا الأيام دهيت احنا في شتاء، والزبدة جبت كذا مرة وطلعت مغشوشة وما طلعتش قد كده. انتوا عارفين الزبدة بتاعت زمان كان ريحتها كده بتقلب الشقة، وكانت بتبقى طعمها وريحتها في منتهى الجمال. انما دلوقتي الزبدة بتبقى مغشوش. قلت ما اشوف بقى، عمالين يقولوا بالضمان، الزبدة بالضمان. هو في زبدة بالضمان دلوقتي يا ولاد؟ قلت اجرب بقى واشوف موضوع الزبده اللي بالضمان دي. لو بيقولوا لك كمان ايه، المندوب بيفضل واقف لغايه ما بتجربيها، لو ما عجبتكيش بتروحي مديها له. ولو فرضا المندوب مشي وخدتي منه الزبده وجربتيها وما عجبتكيش، بتتصلي بيهم، بيجي ياخدوا الزبده منك. معقول في الكلام ده يا ولاد؟ ما قلنا بقى التجربه خير دليل، اما نشوف الموضوع فيه ايه. المهم اتصلت عليهم وقلت لهم انا عايزه اجرب الزبده بتاعتكم. خدت منهم قلت ما انا عايزه اجرب بقى الزبده البيضه والزبده اللي هي البقري الصفرة. فرحت جايبه من دي بصراحه، وجبت من دهيت، جبت الاتنين. قلت ما اجرب الدنيا فيها ايه، وهقول لكم بصراحه رايي. هي حلوه ولا مجرد اعلانات وخلاص؟ وانتوا عارفين انا بقول لكم كل حاجه في منتهى الصراحه ومنتهى الامانه. دلوقتي انا بوريكم وانا بفك الاسترتش من عليها، وتغليفها قوي جدا. ده اول حاجه، مش مهم عندنا التغليف. اهم حاجه عندنا الطعم والريحه. ما احنا مش بنحط فلوس عشان خاطر التغليف وبس، ما اهم حاجه عندنا الزبده. خصوصا الزبده دلوقتي بقت مضروبه، وبيغشوها وبيحطوا جواها بطاطس مهروسه، وبنسمع كلام كتير ودهون وحاجات كده ملهاش اي لازمه. المهم مش طول عليكم الفيديو. فكيت الاسترتش من عليها وعماله اقول لكم انا بشيله اهو، مع انه متعب جدا. وبعدين في كمان جواها، بصوا شايفين الكيس ده هوت جواها يعني متغلفة كتير قوي بالاسترتش، وبعد كده بالكيس اللي جواها الزبدة. شلت الكيس يا ولاد وحطيته في قلب الحلة كده الألمونيا دهيت. وبقول لكم اهي شايفين، يعني رغم ان انا كنت حطيتها في قلب التلاجة تمسك شوية لانها كان سايحة خالص. وما شاء الله وانا بمسكها وبشم ريحتها، ريحتها جميلة، ريحتها زبدة بتاعت زمان. لغاية دلوقتي برضو كويس جدا، بس اهم حاجة عندي الطعم وبرضو الريحة وهي بتسيح. ما هي وهي بتسيح لو الزبدة حلوة بتقلب ريحة البيت كله مش المطبخ بس. تمام كده. دي اول حاجة. مسكت الزبدة اللي هي الايه البقري. تمام، خلصت اللزق اللي عليها وحطيتها في قلب الحلة. وانا بصراحة بحب زي والدتي الله يرحمها، كانت تقول لي سيحي الزبدة في حلل الألموني، التسييح بيبقى افضل واحسن. الاستانلس طالما حطيتي فيها الزبدة يبقى ايديكي فيها على طول عشان ما تلزقش. ايه ما تلزعش دي، يلا ما علينا. المهم حطيتها في حلة ألمونيا، وايه حطيتها على النار وابتديت افك في الزبدة الايه الجاموسي اللي هي البيضة. تمام. ما انا عايزة بقى لما هي تسيح اخد منها مرتة، ما بيقولوا المرتة بتاعتها خطير. قلت برضو عايزة اشوف المرتة بتاعتها. اهو يا ولاد فكيتها بقى من الكيس اللي عليها اهو، وحطيتها في حلة هي كمان، وحطيتهم على النار. الشهادة لله، هي اول ما حطيتها على النار ابتدت تدوب. خلي بالكم الزبدة ابتدت معايا ريحتها تطلع وهي بتسيح على البوتاجاز والله بأمانة. وما خدتش وقت مني على النار. يعني ما كانتش فيها لبن كتير. خلي بالكم الزبدة برضو المغشوشة بيبقوا مخلين فيها اللبن كتير جدا عشان يوزن، لكن دي بصراحة ما كانش فيها لبن كتير. لا. وهي بتسيح ما شاء الله الريحة كانت جميلة جدا. اولا انا بعتذر لكم ان صوتي شوية تعبان، انا بقالي يومين تعبانة جدا او 3 ايام، واخدة برد، فيروس كده في الجو. الناس كلها تعبانة وانا زوري بوجعني مش قادرة كنت اسجل، وبقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس وحشتوني جدا جدا. وجبت الزبدة وقلت اصورها معاكم و... واقول لكم على التجربة بتاعتي. وبصراحة كانت تجربة جميلة جدا وانا مش ندمانة عليها، ومبسوطة جدا جدا اني جربت الزبدة دي. لان من كتر الفيديوهات انا قلت لازم اجرب الزبدة اللي بالضمان. والمندوب في منتهى الاحترام وناس محترمة جدا، ولما بتطلبي بيجيبوا لك الزبدة على طول، ما بيتأخروش عليك. تمام كده. وطبعا اهم حاجة عندنا برضو الزبدة ان هي ما تاخدش وقت على النار، وما تسحش، ما تكونش فيها لبن كتير، وما تكونش مغشوشة. اهو انا بوريكم خطوة بخطوة. ومعلش انا طولت عليكم الفيديو ده بس عشان تشوفوا برضو طريقة تسيح الزبدة. انا لما بحطها على النار ما بخليش النار واطية، لان كده كده هي لسه مجمدة، فما فيش مشكلة. تمام اهو.
يعني انا سبتها لغايه ما هي هنا عندي كانت بتغلي. تمام. وطبعا ايدي فيها اول ما تفك خالص بقى ما تبقاش كتله، تبتدي ايدي فيها مش معليه النار عليها، النار وسط. تمام. زمان امي كانت تقول لي ايه، الزبده ابتدت تشرق، الله يرحمهم، كان خير زمان كده، كان ليهم لغه كده معينه. الزبده ابتدت تشرق. تشرق يعني ايه يا اولاد؟ يعني ابتدت السمنه تطلع فوق والمرطه تنزل تحت. الله يرحمهم، كان كله خير، حتى كلامهم نفسه كان خير. اهي الزبدة اهي، السمنة اهي ابتدت اهي فعلا، السمنة اهي تبان، والمرطة تنزل اهي، تجنب وبعدين تنزل تسقط لتحت. تمام. اهي ايدي فيها، ما بسيبهاش عشان ما تلسعش. لو طولت عليها النار ممكن المرطة تتحرق، والسمنة نفسها تاخد طعم الحروقية اللي هو حرق المرطة نفسها، يغير طعم السمنة. وطبعا لازم تبقوا شطار واخدين بالكم. ايدي فيها وانا مخليه النار وسط، طالما ايدي فيها يبقى النار وسط. تمام. يا اما اوطي النار واخلي بالي. تمام. السمنه اهي يعتبر خلاص. بصوا، شايفين الرغاوي دي بقى؟ هي دي بقى المرط خلاص. بس شايفين بقى الحبيبات دي؟ هي دي بقى المرط يا ولاد. خلاص. والسمنه خلاص اهي، شايفين كان فاضل فيها كام دقيقه وخلاص، وهطفي عليها اهي. الرغاوي دي هي المرطه. والمرطة دي هو ده اللبن اللي كان اللي بيبقى جوه الزبدة. تمام. ما خدتش وقت مني على النار خالص، والله ما خدت مني وقت، وما بعمل لهمش دعاية ولا اي حاجة. انا بقول حقيقة وبديهم حقهم، لان انا لما جيت اخد السمنة انا كنت شاكة فعلا ان دي مجرد دعاية، لكن بصراحة لا. اهي خلاص كده خلصت معايا خالص. طالما تطلع رغاوي كده الخفيفة دي يبقى هي خلصت، مش هفضل معلقة عليها. انا بوريكم خلاص. طالما شرقت مني كده وظهرت والسمنة بانت عندي يبقى خلاص هي كده خلاص اتقدحت. خلاص. وبانت كده وظهرت وبقت صفرة كده زي صفار الشمس. البيضة كانت لسه كانت بتبتدي تخش اهي، زي ما انا بوريكي كده. بقرب الكاميرا. معلش اسفة يا جماعة. اهي انا كنت كده طفيت النور على فكرة والله، بس من كتر ما هي كانت بتغلي كان شايفين عمالة تبقبق. تمام. المرتة اهي بتنزل تحت بقى وتتجمع على تحت كده خلاص. والسمنة ما شاء الله بقت عاملة زي صفار الشمس. دي البقري اهي، حاجة كانت جميلة جدا جدا جدا. جربوا بقى وجيبوا منها ومش هتندموا، والله ما هتندموا، وسعرها في منتهى الجمال. تمام. اهو يا حبايب قلبي خلاص. اهو انا بوريكم ان شكلها عامل ازاي. وطبعا كنت محضره البطرمانات بتاعتها اللي هحطها جواها. كده دي الزبده البيضه اهي ابتدت تعمل نفس الرغاوي. كل دي مرطه يا جماعه، كل دي مرطه، مفيش داعي ان انا اعلق عليها اكتر من كده. ها، مفيش داعي ان انا اخليها تغلي اكتر من كده. خلاص. كل دي مرطه هتسقط في الحله من تحت، وهتشوفوا المرطه بقى، واللي بيحب المرطه هيبقى مبسوط منها جدا جدا جدا. وخلي بالكم برضو الزبده الحلوه اللي هي بتاعت زمان ما بتطلعش مرطة زي ما انتم متخيلين بزيادة. بخلي بالكم المرطة دي عبارة عن لبن. انا متأسفة جدا على الكحة، والله زوري بيوجعني جدا، بس حبيت اجرب معاكم الزبدة واوريها لكم. شايفين السمنة عمالة تبقبق ازاي من قوة السخونية بتاعتها اي خلاص. ودي برضو نفس القصة. طبعا زي ما قلت لكم كنت محضرة البطرمانات اهي. وطبعا محضره طبعا المصفى السلك دي عشان انزل، عشان منزلش بقى معاها المرطه كده في قلب البطرمان. اهو يا حبايب قلبي خلاص. اهو صفيتها كويس جدا جدا. وطبعا بدون اي مواد حافظه، ما شاء الله دي بلدي يعني، مش محتاجه مواد حافظه ولا اي حاجه، هتحطيها في التلاجة وهتستعمليها وزي الفل ولو عايزه تعملي عليها تطبخي يعني تعملي ميكس او حاجه، لان انا بحب اطبخ بزبده وزيت معاها، هتقعد معاكي وقت طويل. والكيلو ما شاء الله كيلو وفي خير. شايفين البطرمان قد ايه؟ ما شاء الله والله خير ما بعده خير. يعني حاجه جميله جدا جدا. انا بقول لكم من واقع ان في زبده بتبقى مغشوشه والله، وما بعمل لهمش اي دعايه يا جماعه. انا اسفه اني طولت عليكم الفيديو، بس انا عايزاكم تستفيدوا. وطلعت مرطه اللي على اليمين دهيت اللي هي الزبده البيضه الجاموسي، وعلى الشمال اللي هي البقري، وما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. والمرطه ممكن تعملوا منها مش، وممكن تاكلوها بفطير مشلتت، اللي في الفطير المشلتت والمرطه حاجه كده في منتهى الجمال. واللي مش حابب ممكن يعمل بيها مش. اهو ما شاء الله خير في البيت كده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب اكون افدتكم.
يا رب تكون تجربة كويسة جدا بالنسبة لكم. هي كانت تجربة كويسة جدا بالنسبة لي. أترككم في رعاية الله. وعايزة قبل ما أختم الفيديو أرجو منكم إن كنتوا تدعموني، لأن مشاهدات ضعيفة جدا ومفيش أي تعليقات ولا أي حاجة، واللايك برضو ضعيف جدا جدا. أرجو منكم الدعم واللايك، وما تنسونيش بكومنت حلو كده منكم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ومتابعين المحترمين. السلام عليكم ورحمة الله.